السلام عليكم خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم مسيمنيات في الفران كيجيو خطيرين صراحه. كيجيو المذاق ديالهم بنكهه خاصه، وكيجيو بحال حنا مصاوبين كرواسه في الدار بطريقه سهله ومبسطه. وانا مأكده اللي جربتوهم راه غيكونوا ناجحين معاكم من اول تجربه. غير جربوهم وفرحوا بهم وليداتكم، راه كيعجبوا الوليدات بزاف. رانا جربتهم وصراحه راه عجبوا وليداتي بزاف. كما قلت لكم راها الطريقه سهله وفي متناول الجميع. هنايا راه خدي جوج ليف ديال الدقيق، والدقيق من الاحسن يكون نوعيه جيده الخاص بالحلويات. غنضيف ليه هنايا شويه ديال الملحه. قبل ما ننسى انا راه خديت هنا واحد المعلقه عامره ديال الخميره وزدت شويه ديال المدافي وخليتها على جنب. غنضيف هنايا جوج معالق ديال سنيده على الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. والحلاوه راه كتبقى حسب الذوق، لا هي لا الملحه. هنايا راه غنسم بالفاني، وهنا راه غندير جوج اكياس ديال الفاني كما كتشوفوا معايا، جوج ساشيات ديال الفاني. صافي هنايا نخلط العناصر كامله باش تنسجم ليا بهذه الطريقه هذه. راه ما كنديروا لا فينو ولا حتى شي حاجه، غير الدقيق بوحدو. راه هي باش يجيو معكم ناجحين 100% ديروا الدقيق الخاص بالحلويات. هنايا صافي غادي نوضع الخميره ديالي بعد ما دابت كيف ما كتشوفوا معايا. وعجنوا العجين ديالكم بالماء يكون دافي، خصوصا مع الجو بارد كيبغي الماء دافي. صافي هذه هي المكونات اللي احتاجيت في العجين ديالي. غادي نخلط العجين على هذا الشكل هذا، ولا غادي نعجن العجين ديالي وعطوه حقه في الدليك. وبالنسبه للناس اللي عندهم العجانه راه يقدروا يديروها في العجانه. صافي غنخلط كما قلت لكم العجين ديالي على هذا الشكل ونرجع معكم من بعد. هنايا صافي بعد ما دلكت العجين ديالي هذا هو القوام ديالها كيف ما كتشوفوا. هنا خديت بلاطو اللي غادي نوضع فيه الكرات ديال العجين بعد ما غنشكلهم. بالنسبة هنا راني مباشرة ما بعد من عجنتها مباشرة بديت كنخدم فيها. نتوما عارفين بأن يعني الخميرة راه ما كتبغيش انك تسني على مسمن باش يجيك زوين. والأحسن ما تخليش يخمر، ما تخليش يخمر وانت مازال ما مقرصاش وما مسرحاش. من الأحسن مباشرة بعد ما تعجني بديت تخدمي فيه، وراه هو غيعطيك الطوح انت فيه الخميرة. ما عندك مناش تخافي، راه كيجي ساهل حتى في التسريحه. نتوما غتشوفوا كلشي معايا. بالنسبه للقياس ديال الكره راه نتوما اللي تقدروا تتحكموا فيه، ولكن من الافضل انكم ديروهم صغار حيت كيتزاد الحجم ديالهم. صافي وكنشكلوا الكرات ديالنا على هذا الشكل هذا. انا غادي معكم مرحله مرحله غير بخصوص المبتدئات، راه كلشي كيعرف يشكل المسيمنات ولا المليويات ديالو. المهم غير على حساب المبتدئات وصافي. صافي هنا بعد ما شكلتهم عطاتني تقريبا 16 كره ولا 14 كره، يعني 14 مسيمنيه اللي عطاتني. القياس ديال جوج ليف ديال الدقيق. هنايا راه عندي الخليط ديال الزبده كيف ما كتشوفوا، عندي الزيت. صافي هنايا راني غادي نبدا نسرح في المسيمنات ديالي. كما قلت لكم راه العجينه عاطيه الطوع، راني خدمتها مباشره ما خليتها لا ارتاحت لا حتى شي حاجه، مباشره. هادشي علاش قلت لكم راه كيجيو ساهلين وما كياخذوش معكم الوقت. بما اننا وضعنا فيهم الخميره يعني باه هما كيخمروا انت كتخدمي فيهم ما كتعذبيش معاهم صراحه. كيجيو غزالين وكتخدميهم بسرعه وكيوجدوا معاك بسرعه، ما كيجبدوش معاك حتى الوقت، راه ما كيشدوش. ايوا صراحه هادو هما اللي ينفعوا الكوتي مع الوليدات، تكون شي حاجه مختلفه. صافي هنا راني عندهن بالزبده وكيف ما كتشوفوا راه سرحت العجين مزيان. خاصكم تسرحوها يعني مزيان باش تجي مورقه. صافي وكنطوي بهذه الطريقه، بالطريقه العاديه بحال اللي كنديروا المسمن ديال الدار. طريقه عاديه كيف ما كتشوفوا. انا شكلت وحده قبل، طريقه عاديه. بالنسبه للطاوه انا دهنت غير بشويه ديال الزيت
صافي وتبقاو تشكلوا في الكرات ديالكم على هاد الشكل. انا مازال غنزيد معكم هاد الوحيده. ها هي رقوها مزيان ولا قرصوها مزيان حتى تبان لكم راها ولات رقيقه ولا ولات ورقه وحده، باش تجيكم المسيمنيه ديالكم ناجحه 100% على هاد الشكل هذا. بالنسبه للعجين كما قلت لكم راه عاطيه الطوع في التكراس ديالها، ما عندكم مناش تخافوا. خواتاتي لو وصلتوا لهنا ما تنساوش تابوناو في القناه وتفعلوا الجرس وتخلوا شي كومونتير زوين وتبارطاجوا الفيديو مع الاهل والاصدقاء، وهذا فضلا وليس امرا. ايوا كملوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخر باش تشوفوا الطريقه وتشوفوا حتى النتيجه كيفاش كيجيو، راه كيجيو غزالين. ها انتم ما شاء الله كيفاش كتجي الطاويه ديال المسيمنيه ديالها كتجي زويونه ومقاده. ها انتم بعد ما قرصتم كاملين على الشكل هذا غادي نبدا نقرص في كل وحده. غنبدا من اول وحده بديت بها الخدمه. صافي حنتي كما قلت لكم راه غادي يخمروا هما، راه غادي الحجم ديالهم راه غادي يتضاعف. من الاحسن باش ما يجوكمش منفوخين بزاف ولا غلاظ بزاف، قرصوهم شويه على هذا الشكل هذا، غير شويه، ماشي تبقاو تقرصوا فيهم بحال الا غنطيبوهم في المقله، لا قرصوهم غير شويه، غير باش ما يجوش معيقين شويه في الطلعه ديالهم وصافي. راه بهذه الطريقه راه كيجيو غزالين، وغتخلوهم حتى يخمروا ولا حتى يضاعف الحجم ديالهم شويه، وترجعوا باش نديروا لهم شويه ديال البيض ولا صفر البيض على الوجه ديالهم. صافي هنايا راه درت شويه ديال صفر البيض ودرت مع شويه القطرات ديال الخل. اللي عنده الحليب يقدر يدير الحليب، هنا درت انا شويه ديال الخل، حركتهم مزيان على الشكل هذا كما كتشوفوا. هنايا راه هما خمروا شويه، والقيته اللي تكونوا ديروا في البيض من الاحسن ما توركوش غير من الفوق باش ما تهبطوش هذوك المسيمنيات ديالكم، خلوهم طالعه فيهم الخميره بهذا الشكل هذا. ما كياخذوش الوقت صراحه، راه دغيا كيوجدوا. لكن نتو دايرين الخبز في الفران استغلوا ديك الوقيته اللي كيكون فيها الخبز وعجنوا هاد الرغيفات ولا المسيمنيات ديالكم مع ديك الوقيته اللي كتكونوا نتوما كطيبوا فيها الخبز. بعد ما يكون فين يوجد الخبز وتحيد الخبز ديري الطاوه ديالك حتى هي طيب، راه كيجيو غزالين وما تشبعوش منهم. وتقدروا ديروا لهم غير نص طيبه وتخلوهم حتى الوقيته اللي تبغيو ديروا الكوتي وتكملوا لهم الطياب ديالهم وكل تناولوهم سخان، راه كيجيو كيحمقوا. غير جربوهم وانتم غتعرفوني علاش كنهضر. صافي غندهن لهم الوجه ديالهم كاملين بهاد صفار البيض على هاد الشكل هذا، راه كيجيو غزالين ما شاء الله. غير الكاميرا ما عطيهمش حقهم، راه الجناب ديال هاد المليويات راهم دايرين طبيبيخات ولا يعني منبلين باش يبان لكم بان هاد العجين راه ناجح 100%. صافي كما شفتوا انا غندهن لهم الوجه ديالهم كاملين. وسمحوا لي الا طولت عليكم الفيديو، غير باش كلشي يستافد باش كلشي يستافد وتعم الفائده، خصوصا كما قلت لكم المبتدئات. صافي اما بالنسبه للتزيين كيبقى اختياري، كله يزين باش ما بغى. انا هنايا غادي نرش شويه ديال الزنجلان على الوجه ديالو، ماشي كلهم، غنرش غير شويه ديال الزنجلان والاخرين حتى يطيبوا نقدر نزوقوهم باش ما بغيتو. تقدروا نتوما تزوقوهم باش ما بغيتو ولا ديروا لهم اضافات باش ما بغيتو، كيبقى داكشي اختياري. انا هنايا اللي درت لهم الزنجلان هاد 6 الحبات ديال المسمن. صافي ودخلتهم الفران. الفران كان شاعل، شعلت عليهم من الفوق ومن التحت حتى بداو يتشمعوا ليا من الفوق ديالهم، وطفيت عليهم من الفوق وخليتهم كملوا يعني الطياب ديالهم من التحت، عاد هبطتهم باش يكملوا حتى التحميره ديال الوجه ديالهم من الفوق. راه يجيو على الشكل هذا. دهنتهم بشويه ديال الكونفيتير من الفوق، رشيت عليهم شويه ديال الكوك
وكنقدموهم بهذا الشكل. تقدروا ديروا شوية العسل إلا كان عندكم شوية العسل، تقدروا بحال هكا دهنوه بشوية العسل من الوجه ديالهم. شوفوا ما شاء الله كيفاش كيجيو غزالين. مع السلامة.